السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاجة بتتكرر كتير جدا مع ناس كتير منكم بيزرعوا لأول مرة أو بيزرعوا من مدة قصيرة، أو إن الزرع بيموت منهم. يقول لك أنا بسقي الزرع والزرع بيموت. طب يعني أنتوا بتسقوا الزرع إزاي؟ يقول لك أنا بسقي الزرع ببخاخ. بخاخ إيه بقى؟ سبراي. إزاي يعني الكلام ده؟ يقول لك أنا ببخ الورق وببخ وش التربة وبناء عليه الزرع بيموت. ما هو لازم يموت. انت هتسقي الزرع بالبخاخ وعايزه يعيش معاك؟ يعني ده من رابع المستحيلات يعني. انت بتبخ الورق ممكن كل فترة علشان خاطر لو الورق بيجي عليه اتربة او حاجة زي كده، لكن انك تسقي الزرع بالبخاخ ده طبعا مستحيل الكلام ده، فالزرع لازم يموت منك. ري النباتات بيبقى غمر، بنسقي غمر، وده بيكون على حسب رطوبة التربة. على حسب التربة عندي انا بقلب وش التربة، بتأكد من رطوبتها، بشوفها رطبة قوي او لا. وبسقي غمر لما المية تنزل من فتحات التصريف. هل لازم المية تنزل من فتحات التصريف؟ يعني ان امكن مرة تنزل من فتحات التصريف، مرة لا. لسبب، علشان خاطر اتأكد ان التربة كلها شربت. يعني وليكن قصيص 38، انا ممكن احط فيه لتر مية، واللتر مية يقف على وش التربة من فوق وما ينزلش من فتحات التصريف. فيبقى نتأكد من وسع فتحات التصريف، ونتأكد ان احنا بنسقي الزرع مظبوط علشان خاطر الزرع يكمل معانا والنباتات تكمل معانا. موضوع البخاخ ده مش ري. يا ريت كل الناس تاخد بالها ان النباتات بتحتاج ري غمر. مفيش حاجه اسمها بسقي بالسبراي، ببخ كده على وش التربه وخلاص وهو كده النبات بيشرب. مفيش حاجه كده. ودمتم بكل الخير يا رب، وكل عام وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.